حبايب تيتا ميمي، هحكي لكم النهارده عن رجالة مصرية: باسم يوسف المثقف الإعلامي الجريء المتكلم الواعي، ومحمد صلاح فخر العرب وحبيب الملايين. اشتركوا حبايبي في قناتي وفعلوا الجرس. باسم يوسف هو شخصية كوميدية جريئة وظريفة وواعي بالقضية وكل الأمور اللي حواليه، وليه جمهوره بالملايين. ومراته باباها فلسطيني، وعمها بيته مهدوم في فلسطين، وهو بيتعامل مع الأحداث بسخرية كوميدية. وهي دي الروعة، إنك توصل اللي انت عايزه بطريقة مضحكة وجميلة. وعمل برنامج مع بيرسي مورجان واتكلم بجراءة، وعمل البرنامج مشاهدات بالملايين. والبرنامج كان عظيم على المستوى الإنساني، وكلنا فرحنا خالص وانبهرنا من اللي قاله. وشفنا التعليقات من الأمريكان والأوروبيين بإنهم غيروا رأيهم وتفكيرهم، وإنهم معجبين بكلامه وأسلوبه. وشوفوا تأثير الكلمة والحوار من الأشخاص المؤثرين، وقدرتهم على كسب تعاطف عالمي لصالح القضية. وطلع وقال بعد البرنامج إن الدنيا بره غير هنا خالص في الوطن العربي. وقال برضه بطريقته المضحكة: بكرة تقلبوا عليا تاني. أما بالنسبة لمحمد صلاح، اللي تعرض لهجوم كتير علشان صمته لما سألوه عن اللي بيحصل في فلسطين، وبعدها خرج محمد صلاح بفيديو مباشر ومؤثر وقال فيه لازم السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة، وقال إن سكان غزة محتاجين إلى تقديم الغذاء والماء والدواء فورا. والفيديو جاب أكتر من 100 مليون مشاهدة. ومحمد صلاح برضو اتبرع ب1 مليون دولار مساعدات لفلسطين، وتفاعل مع الفيديو ناس كتير جدا، ومنهم واحد قال: إنك تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. مين قالك يا حبيبي إن الكلام ده متأخر؟ هو أنت عارف ظروفه إيه وقتها؟ اللي شفناه إن الراجل اتكلم ودافع واتبرع. واللي استظرف برضو قال إن الفيديو مايع. يا حبيبي ده لعيب كورة محترف مش إعلامي، ولو مايع الكلام حدقه. هو ليه جماهير كتير من مصر والوطن العربي، ولما جه يلعب تفاعل معاه الجمهور في الملعب، ورفع علم غزة لدعمها، ورفع صور كمان لمحمد صلاح. والدكتور محمد زويل قال مرة في كلامه إن الغرب ليس عباقرة ونحن أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. وبعدين الناس قارنت بين باسم يوسف ومحمد صلاح، وطلع باسم يوسف وقال إن المقارنة دي بينه وبين محمد صلاح ظلمة، وإن محمد صلاح واجهة لمصر ومكسب كبير لمصر، وليه قصة كفاح كبيرة، وإنه فاتح بيوت ناس كتير وبيعمل خير في العلني وفي الخفاء، وليه شعبيته وناس كتير بتحبه، وإنه اتبرع بمبالغ ضخمة للهلال الأحمر، وإنه سباق بالخير. ونصيحتي ليكم النهاردة إنكم تدعوا بالسلام للعالم، وإن مفيش حد بيعجب الناس كلها، وإن مفيش حد كامل، وبلاش نتنظر على بعض. وتعموني، وإن عجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي.